السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله نشارك معكم فطائر أو بريوش بواحد العجينة رائعة قطنية، كيجيو خفافة البنات. تقدروا كذلك تستغلوا هاد العجينة هذه تحضروا منها مملحات أو فطائر، خصوصا في شهر رمضان الكريم. نتمنى من الله لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم الايجابيه، وكذلك بالنسبه للناس الجداد كنقول لكم مرحبا بكم عندي. ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليكم معنا فيديو فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. في إناء كنوضع كأسين من الحليب الدافئ، وضفت أيضا ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو خميرة الخبز، ملعقتين كبار من السكر سنيدة أو السكر الخشن. هنا كنضيف أبيض ديال البيض. بالنسبة للأصفر غادي نخليه ندهن به الفطائر. وضفت أيضا ربع كأس ديال زيت النباتية، ربع كأس، وغادي نخلط الكل. فبعد ما كنخلط مزيان حتى كتذوب الخميره والسكر، غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغنخليه حتى يتفاعل، تتفاعل لينا الخميره. غادي نخليه تقريبا 5 دقائق حتى كتفاعل الخميره وكتصبح بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. غادي نخلطوه، من بعد غادي نضيف ملعقه كبيره من الخل. بالنسبه لهذا الخل هذا كيخلي لينا عجين كيجي رائع البنات، كيجي خفيف بزاف. هنا كنضيف الدقيق. في الاول ضفت 2 كيسان ديال الدقيق الابيض وغادي نحاول نخلط. بالنسبه للكميه ديال الدقيق البنات راني دخلت 5 كؤوس من الدقيق الابيض، ما يعادل 500 غرام، يعني نصف كيلو. صافي كنخلط بهذا الشكل هذا. هنا غادي نضيف الكأس الاخير ديال الدقيق، وغادي نحاول نزول هذا الطراب اليدوي. وهنا كنضيف الملحه. ضفت القليل من الملح، تقريبا نصف ملعقه صغيره. صافي وكنعجن العجين ديالي هكا باليد ديالي. بالنسبه لهاد العجينه البنات راه ما كيتدلكش نهائيا، يعني غير كنجمعوه وصافي. وهنا ضفت ملعقه كبيره من الزبده اللينه. انا هنا استعملت زبده ديال البواطه. صافي وغادي نعجن العجين ديالي حتى كتندمج الزبده مع العجين. صافي هنا كنبقى ندي في العجين ديالي ونجيبو حتى كندخل هذيك المعلقه ديال الزبده وكتشربها العجين. كنجمعو هكا على شكل كويره بعد ما كندهن يديا بالزيت لان العجينه كتلصق. وغادي نغطيها ونخليها تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. هنا غادي نحضر معكم اسهل واسرع كريم باتيسير يمكن لكم تحضروا. عندي هنا 2 ديال الكؤوس ديال الحليب، زدت عليهم 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده او السكر الخشن، ملعقه صغيره ديال الفاني، وغادي نوضع الكل فوق النار حتى يسخن. وفي واحد الاناء اخر غادي نوضع البيض. عندي هنا واحد البيضه، 2 معالق كبار ديال المايزينا او دقيق الذره، خلطهم بواحد المعلقه كبيره ديال الحليب. فبعد ما كيتخلط الخليط وكيصبح بهذا الشكل هذا، كنزول الحليب ديالي فوق النار. بعد ما كيسخن كنوضع عليه الخليط ديال البيض وكنحرك بسرعه وكنرجعو فوق النار بهذا الشكل هذا، وكنحرك حتى كيصبح كريمه. هذه هي الكريمه ديالي يا البنات. بعد ما كتوجد كتجي بهذا الشكل هذا. كنوضعها في واحد الاناء وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي. ودائما كنخليو البلاستيك يلمس لينا السطح ديال الكريمه باش هكا ما ديرش لينا القشره. صافي كنخليها على جنب. هنا العجين ديالي بعد ما كيختمر البنات كيصبح بهذا الشكل هذا، كيجي رائع. هنا كنخرج منه الهواء وغادي نحاول نشكل منه كويرات صغار. هنا كنقطع العجين ديالي كويرات وكنستفهم في قلاطه اللي كتكون مفرشه بورق الزبده، يمكن لكم دهنوها بالزيت.
ضروري كندهنو يدينا بالزيت لان العجينه كما كتلاحظوا راها كتلصق. صافي هنا بعد ما وضعتهم في اللاطه كناخذ واحد الكاس اللي كندوزو هكا بشويه ديال الطحين وكنحاول نضغط عليهم بهذا الشكل هذا، كنشكل حفيره في الوسط. قبل ما نديروا هاد العمليه كنخليهم واحد شويه حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، من بعد كنضغطوا عليهم بالكاس بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. صافي كناخذ الكريمه ديالي بعد ما كتبرد بطبيعه الحال كنوضعها في البلاستيك الغذائي وكنوضعها بهذا الشكل هذا في الوسط، وكناخذ كذلك شويه ديال البيبيت الشوكولات وكنديرهم هكا. يمكن لكم كذلك ديروا التفاح في هذه الوصفه هذه، راه كيتواتى بزاف مع هذا البريوش. كتقطعوه هكا شرائط كديروه هكا من الفوق الكريمه وكترشوه بشويه ديال السكر سنيده، راه كيجي رائع البنات. صافي هنا كندهن بالاصفر ديال البيض اللي ضفت عليه شويه ديال الحليب. صافي بعد ما دهنتهم بالبيض رشيتهم بكاوكاو كونكاسي ما محمرش هكا من الجوانب، وغندخلهم الفران مسخن على 180 درجه غير من التحت حتى كيطيبوا من التحت، وكنشعل ليهم الفوق يتحمروا شويه ونخرجهم. وبالنسبه للعجين اللي بقى لي كورته هكا كويرات صغار ودرتو في اللاطه، وبديت كدير هكا واحد الشكل ديال التزيين. درت هكا فورشيت ورشيت عليه السكر الثقيل او السكر كلاصي بهذا الشكل هذا، كيعطيو واحد التزيين اللي هو رائع وكيجي مختلف البنات. هذا هو الشكل ديالهم، حتى هما غندخلهم الفران حتى كيطيبوا. نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الاشكال ديالهم بعد ما كيطيبوا. هذا هو الشكل ديالهم البنات، كيجيو رائعين رطبين وخفاف، كيجيو غزالين بزاف، رائعين البنات. كما كتلاحظوا راه كلشي باين. وحتى بالنسبه لهادويا البنات كيجيو رائعين ورطبين بزاف، وحتى اللون ديالهم واخا ما دهناهم والو كيعطيو هذا اللون الذهبي الرائع. هنا غادي نحلهم من الوسط باش نعمرهم بالكريمه، كيجيو رائعين البنات. ينفعوا كذلك ديروا فيهم هكا الساندويتشات لوليداتكم، غير تقللوا الكميه ديال السكر. بالنسبه لي انا راه ما كثرتش بزاف، درت 3 المعالق، يمكن لكم ديروا ملعقه او 2 ديال المعالق باش ما يجيوش حلوين. كيجيو رائعين البنات. نتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. صافي هنا كنوضع الكريمه هكا في الوسط بهذا الشكل هذا. وضفت ايضا الحبيبات ديال الشكلاط. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كيجيو رائعين البنات. نتمنى من الله انكم تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا في التعليق. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم الايجابيه. ودابا بقى لي غير نودعكم مع السلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.